السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الجمال ومساء التفاؤل والإيجابية. معاكم الأكل الصحي مع حتومة الشاب المصري 60 سنة استعدادا لماراثون هامبورغ 28/4 42 كيلو. طبعا أنا زي ما انتم اللي متابعيني أنا كل أكل صحي، ما باكلش عيش ولا خبز ولا سكريات ولا حلويات ولا معجنات. أنا بعيد كلام مرة عشان اللي أول مرة يشوفني، تمام؟ ولا زيوت نباتية ولا حتى اي ما باكلش بره، ولا اللحوم يا جماعه يعني الهضم بتاعها تقيل ويخليك تقيل ويخليك عصبي، فان اللحوم دي من زمان ما باكلهاش نهائي، ولا اللحوم البيضاء ولا السمك. طبعا ده صحي، السمك صحي واللحوم البيضاء، بس انا خدت قرار يعني عشان حد يقول لي لا ده اكلي. باكل خضروات، يعني شوفوا السلطه ده، عندك التمر 5 تمرات واحطه في زيت الزيتون 24 ساعه، يعني هاكله دلوقتي واروح حاطط تمر واكله بكره. بعمل صيام متقطع، الانسان الوحيد في العالم اللي انا بعمل صيام متقطع، مع صيام شرعي، مع صيام الميه، مع صيام التلفزيون 7 8 سنين. صيام الميه بقى لي 21 سنه بعمله الحمد لله. الصيام المتقطع، الصيام الشرعي الطبيعي، الصيام على التلفزيون، بمشي حافي الحمد لله. ما باكلش حتى الا خضروات وسلطات وفواكه. السلطه عندكم هي فيها بنجر، بروكلي، افوكاتو، طماطم، جزر، خيار، بصل، توم، سلق، بقدونس، كزبره، جرجير، زيت زيتون، خل تفاح، تمام. حطيت عليها ايه بقى؟ كركم، زنجبيل، قرفه، حبه البركه، اللهم صل على النبي. ما بحطش ملح. 3 بيضات، تمر، خس، عدس، فواكه عندكم اهو، والمكسرات. هو دي اكل، وجبه واحده، وجبه واحده، والحمد لله نايم 5 ساعات ونشاط وحيويه و60 سنه. عايز اوصل لك احنا ما ولا محتاجين دكاتره ولا محتاجين ادويه ولا محتاجين حاجه. والله العظيم يا جماعه الادويه دي هي اللي بتدمرنا، هي اللي بتدمر جسم الانسان. انت تعالج نفسك من خلال افكارك، من خلال افكارك، والبيئه الداخليه بتسبب امراضنا والله. فاحنا لازم اللي انت شوف، سوف تفكر سوف تكون. فانت اللي بتخلق روحك الجميله بالاكل الصحي، النوم بدري، الرياضه، شرب الميه، الصيام. تجربه شخصيه يا جماعه، انا عايز القناه دي العالم كله يشوفها ويشوفوا الاكل اكل صحي وباكل بالراحه. يعني هاكل، ممكن اكل ساعه معايا. فالحمد لله، يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، خالي من جميع الامراض، ودي نعمه من عند ربنا. وانا بتكلم من الداخل يا جماعه، لان في الداخل في تقبل ورضا وسلام وحب ونقاء وصفاء. مهم جدا الداخل معايا. فانا عشان كده بقول لكم انا بتكلم من جوه، من جوه، كلام كله ايجابي على قناتي، كلام كله ايجابي. انتظروني يا جماعه لايف ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.